ازيك يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدعم اللي جاب لاخواتنا الفلسطينيين اللهم كن لهم عونا ونصيرا. صديقي، طب يا صديقي، لو بتدور على طريقة لعمل رقم فيك للواتساب فالفيديو ده ليك. كل اللي عليك انك تركز معانا من الشرح من البداية للنهاية. وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الشرح. طب يا صديقي، اول حاجة كده تطبيق سافيوم اللي احنا نشتغل عليه اللي هو ده، هتلاقيني سايبهولك في قناة التليجرام عندي. انت لازم تفك الضغط بتاعه بباسورد. الباسورد مكون من 4 ارقام، انا بقولهم رقمين في رقمين، فانت لازم تكون مركز معايا واسمع الفيديو للاخر عشان الفيديو عشان اليوتيوب يرشح لاكبر عدد من الناس. وما تنساش تعمل اللايك والكومنت الجميل زي الفيديوهات اللي قبلها. كده كده طبعا هتعمل اشتراك هنا كده، بعدها هترجع اشتغل هنا. طبعا هيقول لك هنا تسجيل، ويقول لك هنا طبعا كلمة المرور. طبعا انت لازم يكون معاك حسابات عشان التطبيق يشتغل معاك على طول. طب بس اديك الحسابات ده تقول لي الاقيك فين؟ اقول لك انا بسيب لك بعد كل فيديو سافيوم حسابات سافيوم بوت، بيديك حسابات سافيوم في قناة التليجرام عندي. يعني انت هتدخل هتلاقي بوت بيديك حسابات سافيوم. طب لو انت عايز بقى حسابات كتيرة هتلاقيني برضو سايب لك في الوصف رابط ازاي تصيد حسابات سافيوم. طب اول حاجة كده اقول لك التسجيل، هتجرح مثلا انت حاطط الحساب، وبعد كده طبعا اللي هو الباسورد اللي هو بيكون 4H، وهتستنى طبعا اما يحمل معاك. طبعا على حسب النسخة دي، على حسب قوة النت. لو النت عندك جامد هيدخل وهيفتح النسخة، هيفتح معاك بسرعة. طب بس اديك كده ريت تقدر اخوك كده بلايك وكومنت واشتراك. طب بس اديك هتلاقي ان التطبيق بدأ يفتح معاك بالواجهة دي. طبعا عندك هنا اللي هي الاعدادات، وعندك هنا طبعا المكالمات، وعندك هنا طبعا الرسائل بتوصلك في الحتة دي بالظبط في الشات ده. طبعا كده عندك هنا طبعا اللي هو الرقم لطيفي. طبعا احنا الثغرة بتاعتنا النهاردة مش لطيف، الثغرة بتاعتنا أذربيجان. هتعمل كده يا صديقي على الحساب وهتعمل تسجيل. طبعا احنا هنروح نحط حساب تاني. طبعا هنمسح الحساب دوت وهنحط حساب تاني. طبعا برضو الباسورد اللي هو بيكون 4H. طبعا استنى. طب التطبيق طبعا زي ما انت شايفين اهوت التطبيق رقم 994 اللي هو رقم أذربيجان. طبعا الرسائل هتلاقي طبعا اللي هي الرسالة دي بتوصلك. أول ما الرسالة دي توصلك بنسبة 40 أو 50% الكود هيوصل. طب يا صديقي، لو الشات ده مش ظاهر عندك مثلا والنت معلق، هتدخل على علاجات الاتصال دي وتعمل ديت على دي، تضغط عندك هنا المحادثات طبعا، وهتيجي بعت أي رسالة كده. طبعا بعدها كده يا صديقي عندك هنا من هنا طبعا تقدر تبدل الحسابات، ولو عايز تضيف حساب جديد بتضغط ضغطة مطولة، بعدها بتضغط على اللي هي التحكم في الحساب دي. طيب يا صديقي، انت تسألني انا هلاقي النسخة دي فين وازاي اثبتها وكل ده. طبعا كده يا صديقي انت هتدخل، لازم يكون معاك اللي هو تطبيق التليجرام. تدخل طبعا على القناة دي هتلاقيني طبعا منزل فيها كل حاجة. طبعا انا بوزع ارقام فيك، وطبعا هتلاقيني منزل لك النسخة بنفس النمط ده اللي هي بنفس الشكل ده كده. بس بدل هنا طبعا دي تحديث اليوم، هو واتساب اللي الناس طلبته قبل كده وانا نزلت فيديو شرح عنه. طبعا هتلاقيني سايب لك النسخة بنفس الشكل اللي هو بتاع الابديت الام او دوت. انت هتثبتها وهتدخل طبعا على تطبيق اللي هو زد ارشيف، التطبيق اللي انت بتنزله من المتجر اللي بتفك بالضغط، او اللي هو تطبيق ام تي مانجر لو انت بتفك بيه اي حاجه هتفك عادي. بس يا ريت ما تفكش بالشير لانه مش هيفك معاك وهيجيب لك اللي هو الملف تالف. فانت يا اما تستخدم زد ارشيف اللي تنزله من المتجر، يا اما ام تي مانجر لو معاك، الاتنين هينفعوا. طبعا هتدخل هنا وتضغط على الرقم ده ضغطه مطوله كده، وبعد كده تاخده نسخ. طب يا صديقي هتقول لي اطلب اول الساعه، هقول لك لا. هقول لك لا في اي وقت عادي. وبرضو اول الساعه ده مش معناه ان هو مش شغال، اول الساعه شغال وكل حاجه، وهو اضمن كمان بكتير. بس طبعا اللي هو في اي وقت دهوت مش مضمون على طول. يعني انت ممكن مثلا تفعل رقم. طبعا احنا لو ترجعنا كده وجيت افعل رقم قدامك، ممكن الرقم يجيب بعد ساعة، او ممكن الرقم يجيب كود، او ممكن اي حاجة. فانت لازم تجرب اكتر من رقم، لازم تجرب اكتر من نمبر. وطبعا دوت مش جاي على الحسابات، اللي مش جاي على النسخة قصدي، اسف.
النسخة ملهاش اي علاقة. يعني في ناس بتقولك انا جايب نسخة مدفوعة، تعال اشتري مني نسخة مدفوعة بتوصل كود في اي وقت. مفيش كده، اهم حاجة الحسابات اللي معاك تكون شغالة مش اكتر. خد اول جزء من الباسورد اللي هو هيكون 20. اول جزء من الباسورد يا صديقي هيكون 20. طبعا بعد كده الرقم شغال مش محظور ولا اي حاجة. هتضغط نعم. طبعا احنا هنشوف دلوقتي هيجيب لنا ايه، ساعة ولا يقولك تم وصول الكود. طبعا هو هنا جابلك ايه، جابلك ساعة. طبعا انت تقدر تفك تخمين عن طريق كود فك تخمين، او تقدر برضو ان انت تطلب اول الساعة رقم. بس كده يا صديقي هتلاقي الكود واصل لك في اللي هو هنا كده بالظبط في المكان دوت. طبعا انت لازم تجرب اول الساعة، وبرضو تجرب في اي وقت. وبس كده نكون وصلنا لشرح الفيديو. فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. خد اخر رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 10. اخر رقمين يا صديقي من الباسورد هيكونوا 10. اشوفك الفيديو الجاي يا عمر، سلام.